هو لسه هنا؟ عمارة رشدي. في حي هادي من أحياء اسكندرية، بين عمارات سكنية عادية جدا. في مبنى شكله مش مختلف عنه، ناس ساكنة هناك، أطفال بيلعبوا، عربيات بتتركن هناك، كل حاجة كانت طبيعية. لكن لما تسأل أي حد من أهل المنطقة دي على اسم المكان هيقولك عمارة رشدي. عمارة رشدي اتبنت في أواخر السبعينات، كان المفروض تكون في بداية الأمر جديدة للسكان، عمارة جديدة. لكن بدل ما يكون مكان للحياة بقت رمز للحكايات الغامضة، روايات عن حوادث متكررة، عن ناس سكنت ومكملتش شهر في العمارة، وعن شقق بتتقفل وتتفتح لوحدها. هل ده حظ سيء ولا إشاعات اتقالت، ولا في حاجة أقدم من العمارة نفسها مدفونة تحتها؟ النهاردة هنحكي لك عن عمارة رشدي في كل حاجة من البداية. يلا بينا نبدأ. مش هنخرج من هنا يا همس. قبل ما العمارة تتبني كانت أرض فاضية، وفي روايات بتقول إن هي كانت أرض زراعية قديمة، وفي روايات تانية بتقول إن هي كان قبلها بيت مهجور واتهد. وأقدم الناس المنطقة بيحكوا إن العمال أثناء لما كانوا بيحفروا في الأرض لقوا أساس قديم، وواحد من اللي كانوا بيحفروا انسحب فجأة تحت، ولما طلع قال أنا في حاجة مش مريحة، وحصل إصابات كتيرة للعمال من غير أي سبب. هل ده مصادفات عادية بتحصل في أي موقع بناء؟ ممكن، لكن أول حادثة كانت حادثة وفاة شخص من العمال، وقع من الدور الخامس. وهنا التقارير الطبية قالت إن هو اختل توازنه، لكن زمايله قالوا حاجة غير كده خالص. قالوا إن هو قبل ما يقع كان بيصرخ، وكان بيلوش كده بإيده كأن بيبعد حد، كأن في حد كان بيزقه. ولما العمارة اتبنت أول شقة اتباعت فيها كان الدور التالت. جت أسرة مكونة من أب وأم وطفل صغير. أول أسبوع كان عادي جدا، تاني أسبوع بدأت الحاجات الغريبة. صوت خبط جاي من المطبخ بعد 2 الفجر، نور الحمام بيشتغل لوحده، باب الأوض بتتفتح ببطء. الأب كان شخص عقلاني جدا، قال إن دي ممكن يكون تمدد خشب، ضغط هوا، الكهرباء فيها حاجة. لحد الليلة اللي صحي فيها على صوت بنته وهي بتعيط، ولما دخل لقاها قاعدة على السرير وبتشاور على ركن في الأوضة. لما سألها في ايه، البنت قالت جملة واحدة بس: في راجل واقف هناك. ولما الأب راح بص على الركن ما لقاش حاجة. وبعد الموقف ده الأب قرر إنه يسيب البيت، وفعلا بعد شهر الأسرة سابت الشقة. وخلال أول 5 سنين من بناء العمارة حصل 4 حالات وفاة داخل العمارة، والتقارير الرسمية قالت أزمة قلبية، سقوط من البلكونة، اختناق بالغاز، حادثة انتحار. لكن سكان المنطقة كانوا شايفين إن رقم الوفاة ده كبير وغريب. في الدور السادس في العمارة جه شاب عازب قعد لوحده في البيت. الجيران كانوا بيقولوا إن هو كان بيسمعوا صوت خناقة كل ليلة، صوت راجل بيزعق وصوت حد بيرد عليه، مع إن الشاب كان قاعد لوحده في البيت. وفي يوم الشقة فضلت ساكتة تماما، ولا في خناق ولا زعيق. وبعد يومين شموا ريحة غريبة جدا طلع من البيت عنده. وهنا الجيران اتصلوا بالشرطة، وفعلا الشرطة جت
ولما اقتحمت الشقة لقوا الشاب متوفي، والتحقيق قال إن هو انتحار، ملقوش رسالة ولا أي سبب واضح يخليه ينتحر. وأطول شخص اشتغل حارس في العمارة دي كان في منتصف التسعينات، والحارس قال إنه عمره ما شاف حاجة بعينه، لكن كان بيسمع كتير، يسمع خطوات على السلم في الفجر، صوت باب الأسانسير بيتفتح بس مفيش حد نازل ولا حد طالبه، شباك الدور التالت بينقفل وبينفتح فجأة. مرة وهو قاعد في المدخل شاف نور طالع من عقب الباب، مع إن الشقة دي مقفولة بقالها شهور. ولما دخل وفتح الشقة بالمفتاح الاحتياطي اللي معاه لقى الشقة كحل مفيهاش أصلا لمبة، بس هنا لقى الأرض بتاعة الصالة فيها آثار أقدام باينة على التراب، وده بيدل إن كان في واحد جوه بس مش مرئي. هل ممكن كل ده يأثر على سمعة المكان؟ علم النفس بتقول إن لما المكان بيتاخد عليه سمعة مش كويسة، حتى لو كان صوت عادي طلع من البيت ده هما هيحولوه لحادث مرعب، والمخ على طول هيكمل الصورة. والعمارات القديمة بطبيعتها بتصدر أصوات، تمدد حديد، مواسير، ضغط هواء، لكن ليه نفس القصص بتتكرر مع ناس مختلفة؟ وأكتر القصص اللي اتقالت عن العمارة دي كان للدور الأخير. كان في شقة اتأجرت لشابين طلبة، أول شهر لما قعدوا فيها كانوا عادي جدا، بس بعدها بدأوا يسمعوا صوت جري فوقيهم اللي هو فوق الشقة الدور الأخير اللي هي كانت السطح أصلا فاضي. ومرة سجلوا الصوت بالموبايل، ولما سمعوا التسجيل لقوا صوت خطوات سريعة فعلا رايحة جاية، ولما طلعوا السطح ملقوش حد، السطح فاضي تماما. وهنا بعد أسبوع من الموقف ده واحد من الطلبة قرر إن هو يمشي، ما قدرش يستحمل، والتاني فضل قاعد. وفي ليلة من ليالي الشتاء سمع خبط قوي جدا على باب الشقة عنده، كانت الساعة 4 الفجر، ولما الشاب فتح لقى الممر فاضي، فقال ممكن يكون بيتهيأله. وهو راجع سمع صوت جاي من وراه بيقوله امشي من هنا. ومش كل الناس بتصدق الكلام ده، في ناس ساكنة هناك بقالها سنين ومفيش حاجة حصلت. واحد من السكان قال أيوة احنا بنسمع أصوات بس دي عمارة قديمة يعني. واحد تاني قال الأشعات هي اللي مخوفة الناس. لكن الغريب اتفق إن في حاجة غريبة بتحصل بعد الساعة 2 الفجر، بيحسوا إن المكان بيبقى تقيل قوي. وآخر محاولة علشان يعرفوا السر ورا العمارة رشدي، كان في واحد عاوز يحقق في الموضوع ده، وفعلا دخل العمارة بالكاميرا بتاعته وسجل. لقى في التسجيل ممرات عادية، شقق زي أي شقق، مع إنه حاسس إن في حاجة مش مظبوطة، كأن في حد بيراقبه، بس هو مش هيقدر يصور الإحساس. هل هو اتأثر بالقصص ولا في حاجة أقدم من العمارة نفسها ولسه محدش يعرفها؟ عمارة رشدي مبنى عادي جدا الصبح، لكن بالليل بيتحول لعلامة استفهام كبيرة قوي. مفيش دليل قاطع، مفيش تسجيل واضح
مفيش تقارير رسمية تقول إن المكان ده مسكون، لكن في قصص، والقصص أحيانا بتعيش أطول من الحقيقة. وهنا السؤال ليك انت، لو جالك عرض إنك تسكن في شقة من شقق عمارة رشدي، هتوافق؟ ولا هتقول إن في أبواب لازم وأحسنها إن هي تفضل مقفولة؟ هتعمل إيه؟ عمارة رشدي. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. رب تكون عجبتكم، متنساش اللايك الجميل والتعليقات الأحلى، وتصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات. وأهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، حلقات العتمة بعد منتصف الليل.